بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم حبايبنا الكرام متابعين قناتكم أرانب الخير، دايما بتدونا الأمل، بنحبكم في الله، جزاكم الله كل خير. أبطال اليوتيوب، أبطال التليجرام، أبطال البث المباشر، ربنا يدوم بنا المعروف والمحبة في الله، جزاكم الله كل خير. بحبكم جدا في الله، ربنا يدوم بنا المعروف. الذكر أو النتاية الأسعار 500 جنيه، كيلو اللحم بقى ب 120 النهارده يا جماعة. شكارة العلف بشكارة العلف 350 الصفراء، 290 الحمراء. وانتظروا علف جديد ان شاء الله بشكاره شكل جديد بعلف جديد ان شاء الله في الفتره الجايه. عندي طبعا معايا استاذ عادل صديقي، طبعا جاي طالع معايا في اكتر فيديو. عادل في الكويت وبعدين بيجي معايا بقى ايه، جاي اجازه، فمنورنا يا عدوله. الله يكرمك. طبعا عادل من اخواتي وجاري وحبيبي، يعني ربنا يدوم المعروف والاخوه في الله والمحبه في الله. عندي مشكله حصلت دلوقتي يا جماعه، نتعلم من الاخطاء. كنا مطلعين الدكارين دول دلوقتي، وهقول لك مشكله كبيره. الدكر ده شقي قوي ومفتري، يعني الدكر ده مفتري، والدكر الكبير طلع اونطه. ليه؟ شوفوا بقى يا جماعه، بس شايفين الدم؟ كلوا الخصيه، كانوا محطوطين بره. كل الخصيه بتاعت الدكر وطه من تحت كده اهو، شكله قام عضه. انت فاهمني ازاي؟ عض الدكر اهو، كله الخصيه. طيب انا دلوقتي الدكر ده ما عادش ينفع؟ لا ينفع، وينفع كل حاجه بحاجه بسيطه. هنعالجه وهنظبط الدنيا. الدكر ده عضه فبوظ له هي الجلده، القشره، الجلده. فالقشره دي ما فيش مشكله، هنعالجه ونقول نعالجه بمنتهى السهوله. ده اهم حاجه لازم يبقى عندك في المزرعه بالنسبه للبتادين. بتادين صح عادي، ده مهم جدا. وقائي من مصيبه سودة بتحصل لك في المزرعه هو التهاب الرحم. التهاب الرحم. طب ليه انا استنى لما التهاب الرحم يجي لي؟ قلنا المفروض ان احنا هنعالج الذكر ده ونشوف مشكله التهاب الرحم عشان ما يجيلكش. لان التهاب الرحم بيجي ازاي؟ بيجي ان انثى فيها عندها افرازات التهاب الرحم مثلا، يعني او تلوث من الذكر، او العضو الذكري احمر. عادي، بكتيريا، مفيش مشكله. طب العضو الذكري لما يبقى احمر، يعني نشوف الذكر ده كده نفرق. الذكر ده شاب طبعا، العضو الذكري بتاعه ايه؟ ابيض، خصيتين مليانين اهو، العضو الذكري بتاعه ابيض. فانا لازم كل اسبوع او اعمل لنفسك يوم حاله كده، اعمل لنفسك يوم احرق، رش، مراجعه، متابعه على الارانب، تطهر، تنظف، تعمل زي ما انا اقول لك. ما عندكش يا سيدي في حاجه اسمها ايه؟ هنتكلم عن الذكر. الذكر هنديه للنتايه مثلا، يطلع العضو الذكري بتاعه، صح كده يا ابو امنيه مثلا، ونقوم فاتحين البتادين اهو. هو عايز يلقح، ماشي خلاص، طلع العضو الذكري بتاعه اهو، طلعه تمام. اقوم ايه؟ ماسكه كده كويس ماشي كده، اقوم سنده على هنا كده، سنده، اسند الذكر، ونقطه ايه؟ بتادين على العضو الذكري، نقطه كل اسبوع اهو. يبقى انا طهرت العضو وطهرت ايه؟ المخرج بتاعه. خلاص تمام ماشي خلاص. يبقى انا كده عملت ايه مع الذكر؟ هنعالج الذكر ده دلوقتي برضو. طيب الانثى سلكت الودان، بتقوم جاي حاطط شويه بتادين هنا في العلبه ده كده مثلا، ماشي اهو، شويه بتادين في العلبه بتاعتها، تقوم حاططها كده، خليها عند الذكر، ماشي. طيب ما عنديش سلكه ودان، المعلم خالد قال لي اجيب لك مسمار وقطنه، قلت له ماله يا ابو الدفافيس، تمشي. سلكه الودان بتبقى من ناحيتين، هتقوم بدل ما فيش عندك سلكه ودان، ما فيش يا سيدي ولا تزعل نفسك، قطنه هي حته هنا وحته هنا، حته هنا مثلا كده اهي، وتقوم لففها كده اهو، ماشي اهي، خلاص اهي، ولا اي حاجه. وحته كمان هنا هي، شغل دماغك، هي الشغل عايز الذكي والسريع. وهنا بقت ايه؟ سلكه ودان اهي، مش سلكه ارانب، سلكه ودان اهي، مسمار، خشب، اي حاجه يا جدع. خلاص انت هتوقع البتاع ولا ايه؟ قول يالا
واقوم عامل ايه اهي بتاعي، اقوم عككها ايه بتادين اهي، مش عكتها بتادين اهو. هنا اقوم جايب النتايه ميعادها كل اسبوع، ابعد يلا ابعد انت هتتضرب، واقوم ماسك فتحه الحيه مدخل بس حته صغيره جوه فتحه الحيه اهي، بس يا بنتي بس يا بنتي اهي، دخل ده عشان بكريه ففتحه الحيه. يا ابني اسكت مش هتلقح دلوقتي، اقفل اهي، دخلها جوه فتحه الحيه وحوالين فتحه الحيه اهي، نظف نظف نظف، طهر طهر طهر، ماشي الجيوب ده طهر 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 كده اهو، لازم اهو. شوف بقت جميله ازاي، ايه المشكله؟ والناحيه الثانيه تقوم عامل ايه؟ بعاكك الناحيه الثانيه ورمي عادي، ما ترميش المسمار بقى، سيب المسمار ينفع. طيب خلاص ما انت هتشيل دي بقى بعد كده وتشغل، سهله، افكار بسيطه وسهله خلاص اهو. والنتايه الثانيه اهي بسم الله ما شاء الله، دول لسه بكره وزاويز صغيرين يعني، فالنتايه الكبيره بتبقى فتحه الحياه بتاعتها كبيره، مثلا لو جبنا نتايه مثلا شغاله ولا كبيره ولا حاجه، هات النتايه دي كده مثلا هتلاقي فتحه الحياه مثلا بتاعتها كبيره اهي، فتحه الحياه بتاعتها بتبقى كبيره، فبتبقى ايه؟ لان النتايه انت هتعمل اللي شغالين قبل ما تلقح اهي، فتحه الحياه بتاعتها كبيره اهي، انت فاهم اهي، تبل بتادين وتعمل فتحه الحياه وحوالين منها في الجيوب اللي في الجنب ده برضو تنضفها. شوف فتحه الحياه اهي اهي، دخل جوه شويه، دخل جوه شويه عشان تطهر ببتادين، حط بتادين وطهر ماشي. ده لازم اساسي كل اسبوع، مهم جدا ترحمك من التهاب الرحم، يبقى انت بتطهر نفسك. طب عندي مشكله، ذكر اتعض في الخصيه بتاعته، ذكر اتعض في الخصيه بتاعته، خالد ممكن الذكر ده كبير سنتي ونص اوكسي تتراسايكلين مع حقن، هات لي الاوكسي، في اوكسي؟ طب هات لي الاوكسي مع الاوكسي مع السرنجه. الذكر المفترض اهو، انا مش عايز اطلعه عشان هيلقح النوت دي ودول صغيرين مش عايز القحه. الذكر المفترض اهو عض الذكر وعوره، مفيش مشكله، مش هخسره، مش هخسر الذكر. هقوم عامل ايه؟ الاول قلنا 100 مره استخدم السن الايه الصغير، ما عندكش السن الصغير قلت في حلقه قبل كده هتجيب الابره العاديه وتقص الجلده اللي هي بتغطي ايه؟ بتغطي الابره، تقص منها 2 سم وتقوم مركبها تاني، هيبقى طالع 2 سم بس قدام، ليه؟ عشان ما تشكش، تقوم جرح الارنب يقوم عامل خراج مش هيشتغل معاه. الذكر اهون اقوم دايما الشغل بالنسبه لاي حد دايما بس يلا تحت الجلد. انت جاي تستعفى عليا؟ ما كنت تستعفى على العوره. اعدل نفسك اهو، بين هنا كده، ارفع الحته دي اهي عشان فاضيه اهي. طبعا هي قصيره معايا، دايما الذكر بيبقى جلده تخين شويه، بيبقى ايه بس يا بطل. طبعا اللي هي ماسكه انتوا عارفينها، عملتها قبل كده والارنب في مكانه اهو. فيها مشكله دي ثانيه واحده، بسم الله الرحمن اهي كده دخلت اهي، بس مفيش خطوره. قلنا قبل كده مش لازم تطلع الذكر في شغل المزارع، بتعمل ايه؟ تقوم جايب الارنب كده على طول، ما انا مش هقدر اطلع كل ارنب بقى، فانا بحقن مزرعه فيها 1000 ولا حاجه، انا مش فاضيين. مش كده يا استاذ عاطف؟ ماشي. طيب ادينا له مضاد حيوي عشان لو في بكتيريا ولا حاجه ويعالج نفسه، هنديله كل يوم 3 ايام سنتي مضاد حيوي اوكسي تتراسايكلين. وعندي البتادين بس يا بنتي، البتادين بقى هنا عشان الذكر ده نحافظ عليه ما جرالوش حاجه، الذكر هيلقح وهيبقى كويس وكل حاجه، لان سبحان الله الجلد هيلم على بعضه، هيبقى فيه نقطه سوداء كده ولا حاجه. تعالى كده بأمنيه اهو، الذكر المتعور اهو عشان اعرف اسنده اهو، هو متعور هنا اهون، اقوم ايه بتادين بس اهو، مطهر له الجرح اهو، مطهر له الجرح عشان الدم ده ما يتلوث بالبتادين خلاص، وحافظ عليه، وابقى اخلي من الذكر بالي من الذكر التاني اهو، بس كده. فحاجه دي اهي بس الطهر خلاص. يبقى انا يا شيخ سامر انا عندي ذكر والخصيه فيها تعويره، يلقح؟ يلقح بخصيه واحده عادي مفيش مشكله،
يلقح مش مساله يلقح، ما هو يلقح العضو الذكري شغال، لكن هو انا بتكلم هو في خصوبه ولا لا، هو في عيال ولا لا. ايوه يلقح. فانت هنا المتابعه، انا بتكلم عن المتابعه. تخلي بالك من الارنب. ارنب زي ده لو انت ما عالجتوش يا عم عادل خلاص هينهار. بكتيريا بقى، هتلاقي بقى في ناس تكلمني تقول لي يا شيخ سامر ده انا لقيت الذكر الخصيه قد كده. ما هو انت ماشي، ما هو قد ده كله ده ما هو صديق، ما هو بكتيريا. لكن هنا انا لحقته صح يا ابو امنيه؟ لحقناه بحاجه سنتي و3 ايام، يبقى انا ما خسرتش ذكر ب 500 جنيه على الفاضي. ما انت اتعلم يا ابني، الدنيا سهله وبسيطه، ما فيش مشكله يعني. يبقى انا شفت بقى عندي اكبر مصيبه بتحصل في المزرعه وانت قاعد نايم. طب ايه اعراض التهاب الرحم لو جالي وجالك العيب منك انت، وعالجه ازاي؟ سهل جدا. بص، في هنا مشكله بتقابل الناس ما بيبقوش فاهمينها، دايما بيقولوا عليها اللي هو ايه، تعالى كده يا ابو امنيه. في فرق بين التهاب الرحم، يعني بص هنا في مثلا ايه جير اهو صح، ابيض صح، المشمع هنا مجير اهو ابيض صح، هنا اهو ابيض اهو صح، تحت كده يا ابو امنيه ابيض اهو صح اهو، شايف البياض اللي تحت ده اهو، ابيض هناك اهو. ده مش التهاب رحم. عايزك تفرق بين الالتهاب الرحم. في واحد كان خد مني ارانب واول ما خدها قال لي وقعد وطلع في الدنيا كلها يا شيخ سامر ضحك عليا واداني ارانب وعندها التهاب رحم. بعدين جاء لقيت واحد بيكلمني بيقول لي يا شيخ سامر انت بتدي الناس التهاب رحم؟ ايه يا ابني ده واخد بقره، هو البقره بيجي لها التهاب رحم يا ابني؟ ما خدش حاجه يعني بطن ولا 2 ولا حاجه لسه. طيب صور يا ابني وابعت. صور، لقيته مصور لي المشمع كده يا ابني ده املاحه كالسيوم بتنزل في العلف، ده شيء طبيعي عادي جدا، ما هو عندنا هو ده مش مرض. التهاب الرحم عادل انت عارف بيبقى عامل زي الزبادي او الطحينه، ما بكتيريا صديد بكتيريا، فبتنزل من فتة الحي. لو كده تقوم تعمل ايه بقى؟ 5 ايام سنتي مضاد حيوي اكسيد التراسيكلين 20% 5 ايام، وتطهير المكان بقى بتطهر برضو فتة الحية كل يوم بايه؟ بالمسمار يا سيدي، مش مشكله، خليها عند خالد المره دي. لو ما عندكش حته خشبه، خالد بيقول لي اجيب لك مسمار، هات، مش هيقول هو حته قطنه ماشي، مفيش يعني انا ببين لك ايه الدنيا سهله. تقوم تطهر المكان، ترش يود، تطهر، تحرق عشان البكتيريا اللي دخلت عندك دي، تعزل النتايه عشان معدي. وجالك التهاب رحم، يبقى انت هتعالجه زي 5 ايام. منعت الطحينه دي، تقوم بعد فتره تمسك الرحم. لو انت عندك خبره شويه تمسك الرحم، هو لما بيبقى منتفخ بيبقى عامل زي صابع السجق جامد. في ناس انا اصلا اتعرضت للكلام ده ايام المبتدئ يعني. امسك كده الاقي الايه الرحم مليانه عيال، منتفخ مليانه عيال، وده التهاب رحم وعشر ومبسوط قوي ويجري ويا سلام وانا ضحكت عليه. اروح الاقي الدنيا بقت زبادي تحت على الارض والدنيا لبخه لا حول ولا قوه الا بالله، مانيش عارف حاجه، واقعد واستنى تولد او تبيض حتى ولا هتولد ولا تولد زبادي مفيش يا عم غعاد. فانا بقول لك عشان ما يضحكش عليك او تخلي بالك، ما احنا والله تعرضت للكلام ده يا جماعه والله. وفي ناس برضو بتقول لك ايه عشار بس العيال ميتين فيها عندهم تحجر، فانت كده كده ده مليان عيال كبيره ما عندها تحجر، تحجر بيبيع لك يقول لك عشار وضحكت عليه. فما تيجي حتى لو هتشتري عشار تبقى من مكان موثوق، يبقى ناس عندها امانه، فاهم ازاي؟ تخلي بالك. يبقى علاج التهاب الرحم قلنا 5 ايام مضاد حيوي، وتمسك بقى ايه؟ طب هي من بعد المضاد الحيوي بقى 5 ايام كل يوم سنتي، معلش بتنزل الافرازات، طيب ماشي، ما انا بطهر برضو الايه؟ الرحم ذات نفسه برضو كل يوم باخد سنتي بتادين، انت فاهمني ازاي؟ وبالسرنجه من غير الايه؟ من غير السرنجه، من غير الابره، ما انت تدخل في الرحم في فتحه الحياه ابره مش هينفع. او تعمل خرطوم من بتاع الجلوكوز تحطه فين؟ في بوز السرنجه مثلا ايه؟ حوالي 3 4 سم 5 سم كده ولا حاجه ماشي، وتقوم ساحب سم او 2 سم بتادين وتقوم مدخله بالراحه، بس يبقى ايه؟ حاول بلاش البوز بتاعه يبقى حاد علشان ما يجرحش النتايه، وايه بالراحه كده نعمه كده، وتقوم مدخله في فتحه الحيه بتاعت النتايه، وتقوم ايه؟ متك. دخلت انت ايه؟ علاج
مضاد حيوي من عن طريق الحقن، ومن جوه طهرت، يبقى 5 ايام كده. بعد 5 ايام تيجي تمسك بقى الرحم تلاقي ايه؟ رجع لطبيعته. طيب النتايه دي تشتغل تاني؟ تشتغل تاني مفيش مشكله، بس امتى بقى؟ لما تحمر. ليه بقى هنا اللي تشتغل تاني لما الله ينور يا اسطى فرج. انت جبت ايه؟ طب اسطى فرج جاب الخلايا ماشي. جبت الشفاطات ولا كله تمام يا باشا؟ طب الله ينور. واحد استبدال. طيب ماشي، الله ينور، ماشي، الله ينور، الله ينور. طيب يبقى احنا كنا بنقول ان كنت بقول ايه قاعد؟ يبقى يبقى انت بتعالج عن طريق المضاد الحيوي مع ايه؟ البتادين. الخرطوم بتاع الجلوكوز. الرفيع ده، الرفيع هتقطع منه حته 5 سم كده ولا حاجه، ولا 3 سم 4 سم على حسب الوضع، وتقوم ايه حاططها في بس حاول تلزقها ولا حاجه لا تنساها جوه. الزقها تيجي تطلع تقوم مش عارف تجيب. فايه فدخل كده وتقوم حاطط، يبقى انت طهرت من جوه وعالجت بمضاد حيوي، يبقى العلاج سهل. تسيبها بقى لما تحمر. ليه؟ لان هنا لما الانثى بتحمر يبقى جاهزه على التلقيح، يبقى الرحم جاهز. صح يا ابو امنيه؟ لكن لو ما حمرتش وقاعده كشه كده وبتاع، حاول تدي لها تاني 3 ايام مضاد حيوي مع فيتامين. لازم تدي لها فيتامين مع المضاد الحيوي. بطبيعي اي انسان بياخد مضاد حيوي بياخد معاه ايه؟ فيتامين. حته لحمه، بس هم هياكلوا لحمه منين؟ مفيش مشكله، هو بياكلوا علف، فاحنا بنزق بشويه بالف دال اي حاجه تزق معاهم سنتي تجريع، سنتي تحت الجلد، مفيش اي مشكله. صح يا بت؟ صح يا فرج؟ ربنا يخلي يا فرج. فبتهيألي انا كده عملت اللي عليا في موضوع الذكر اللي ده عض ده. فاعمل ايه؟ ما تستناش علشان الخصيه ما تنتفخش. بعد كده تطهير اسبوعي للذكر والنتايه بالبتادين. التهاب الرحم بيجي ازاي واشكاله وعلاجه والسهوله. وانت عايزك تشتغل اهم حاجه في تربيه الارنب الملاحظه. التهاب الرحم شيء سيء جدا لو سبته او ما خدتش بالك منه. الذكر ده العضو بتاعه ملوث، اما لقح النتايه دي واما لقح النتايه دي وقامت النتايه دي متلقحه من ذكر تاني، وده يبقى الدنيا بقت زبادي في طحينه. خلاص الدنيا باظت عندي. يبقى انا المتابعه الجيده يا ابني هي اللي بتنجح. الفيديو ده مهم جدا، ان شاء الله هعمل لكم فيديوهات كتير الفتره الجايه. انا مقصر في حقكم، معلش ضغط شغل دخلت الموسم، الناس بتقول لك المهم علينا، فعلينا ضغط رهيب قوي يا جماعه. الحمد لله يعني مش فاضي حتى اصور. يعني النهارده كان في ناس جايين من منوفيه اشمون، وحتى ما عرفتش اصور معاهم لان كان في ضغط. وبعد كده قلت ايه، طب خلاص اعمل لكم فيديو. انا بقالي فتره ما نزلتلكوش فيديوهات. بحبكم في الله والله، ربنا اللي يعلم. نفسي كل واحد، وكلها امور بسيطه يعني. هو ده الجوهر اللي انت تقدر تشتغل عليه. هات لك علبه يا سيدي ب 20 جنيه ولا ب 15 جنيه ولا بكام؟ دي صغيره بقت ب 35. طيب الدنيا رخصت، انتوا فاهمين ماشي. بس 35 مش قيمتهم حاجه، ما هتقعد عندك سنه ولا حاجه، مش قيمتهم حاجه. من 500 زي ده انقذ ذكر زي ده، اهو ده التعور يعني. وانا بحطهم دلوقتي على السلاكه، انا اصلا سبحان الله الخصيه بتاعته مصابه، فانا كنت جاي اعرفكم لو الخصيه مصابه هنعمل ايه. فحطيت الذكرين انا وابنيه ولسه بنظبط الكاميرا، قام التاني نازل تحت منه، قام قلت يعني انت ناقصه وفي نفس الخصيه برضه. قام لادعه متضايق ان هو ده. فجاب دم، ما تقلقش خالص، عالجها. بس لو ما حطيتش بتادين ومضاد حيوي هتلاقي الايه، الناس كتير بتصور لي تقول لي يا شيخ سامر الحقني الخصيه بقت. ما انت نايم، ما انا اعمل لك انا ايه؟ انت نايم. هل لديك اي اقوال اخرى استاذ عادل؟ ربنا انت قلت النهارده معلومات مفيده للناس. مفيده فعلا. عشان ربنا يدوم المعروف. نورتنا يا عادل، انت عارف صديقي وحبيبي. ابو منيه كاميرا مان، ده المخرج الدفاس، المنتج عادل، ويعني هنا عندنا كاميرا مان المخرج الدفاس العالمي. انت المنتج بقى، انت اللي هتصرف، انت في الكويت بقى المفروض. لا يا عم ازاي، ربنا يوسع عليه ويكرمه. لا هو برزق. وطبعا انا المؤدي على الراجل على قد حالي. جزاكم الله خير، بحبكم جدا في الله.
من لم يشكر الناس لا يشكر الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.